عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة. زي ما انا وعدتكم قلت لكم انا هنعمل شوية هريسة. انا جايبة الفلفل اهو غسلاه، وهبتدي اعمل كمان حشوة للسمك. انا جايبة سمك كده يا بنات، فهضطر اخد من التتبيلة دي للسمك. وجايبة شوية توم مفصصاهم اهو. انا سايبه اللي مخزناه في الفريزر زي ما هو، وبستعمل اللي هو الصحيح. يلا بقى تعالي نشوف هنعمل الهريسه ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا جبت الكبه بتاعتي اهي. هنبتدي بقى نجيب الفلفل كده. انا بشيل البذر اللي جوه يا بنات، بصوا، عشان البذر ده بيبقى، بصوا اهو، ده بيتشال اهو زي ما انتم شايفين كده. اروح مشايلاه كده اهو. طبعا انا لابسه جوانتي عشان ايه، انا عارفه ان هو مولع، فايه مش هينفع ان انا استعمل ايدي، بس استعمل ايدي عشان انتوا عارفين يعني. هبتدي اخلي كده زي ما انتوا شايفين كده، بخلي البذر اللي جواه. تمام، هخلص الكميه وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، انا خلصت بقى الكميه كلها، نضفتها خلاص. زي ما انتوا شايفين طلعت كل البذور اللي جوه الفلفل اهو. خلصت اهو. هبتدي بقى انضف اللي حواليا وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت جزء اهو في الكبه بتاعتي، هضربهم وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين اهو، بضرب يا بنات اهو، اخلص وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا خلصت الكميه اهي. تمام، هنبتدي بقى نجيب بقى حوالي 3 معالق ملح كده حلوين كده خلاص. ونحط حبه سكر. نجيب بقى حبه سكر كده اهو يا بنات، حبه سكر ونحطهم عليهم. تمام، وهبتدي اضربهم تاني في الخلاط. زي ما انتوا شايفين اهي، ضربتهم في الخلاط. انا قسمت يا بنات الكميه، دول هعملهم بتوم، ودول اللي هو حطيت عليهم ملح وسكر، دول هعبيهم وابتدي افرم التانيين بقيتهم بحبه توم. زي ما انتوا شايفين حطيت بقيه الكميه اهو في الكبه يا بنات. هبتدي انزل عليهم توم. دي هعملها خلطه للسمك، للاسماك اهو. زي ما انتوا شايفين كده اهو. اخليها للاسماك، اخليها للبتنجان، لو عايزه اعمل بتنجان مخلل. اضربهم وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين انا خلصتهم اهو. ده اللي بالثوم، طبعا في الملح وفي شويه السكر، بس كل اللي زودت عليه الثوم. هفضيه في برطمانات وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، ده اللي من غير ثوم اهو، وده اللي بالثوم اهو. حتى ده محمر كده، وده فاتح شويه عشان فيه ثوم. نبتدي بقى نحط عليه ايه، نقطتين زيت كده اهو. تمام، ونشيلهم بقى ايه يا بنات في التلاجة اهو. اهو نشيلهم بقى في التلاجة. الكبير ده من غير توم، والصغير ده بالثوم. نشيلهم بقى في درج التلاجة. نعمل بقى تتبيلة السمك. دي فرشة هعملها في صينية السمك، عبارة عن فلفل الوان زي ما انتوا شايفين كده، وكم طماطمايه. هضربهم في نفس الكبة هنا اهو وارجع لكم. انا قطعت زي ما انتوا شايفين اهو فلفل الوان على اخضر على احمر. تمام، وحطيت فصين توم. طبعا بما انها مشطشطه مش هحط ايه فلفل حراق، لان هي اصلا كده كده الكبه فيها ايه الشطه. هنضربهم ونرجع. نجيب الخرطه بتاعتنا اهي يا بنات اهي. هنحط عليها الاول التوابل بتاعتنا، عباره عن كمون وكزبره ناشفه
حبه بهارات سمك وملح اهو، كوبهم كده نقلهم كده، ونحط عليهم عصره الليمون. دي التتبيله بتاعت السمك يا بنات. نجيب الخل نحط عليها خل، تمام كده. كده بقى الخلطه بتاعتنا القمر اللي هنحشي بيها السمك اهي اهي، شايفين ريحتها جباره جباره يا بنات. نجيب السمك بقى كده يا بنات، انا مقطعاه بصوا زي ما انتم شايفين كده، عشان ايه يشرب من التتبيله. نبتدي بقى نحط كده التتبيله بتاعتنا القمر دي، ريحتها خطيره 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 خطيره. نبتدي نحط كده بين الفتحات كده، تمام، ونقعدها بقى ساعتين ولا حاجه كده تشرب من التتبيله. اخلص الكميه وارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا خلصت اهي كميه، تبلتها كلها الحمد لله. يلا بقى تعالى نشوف هنعمل ايه تاني. نعمل بقى يا بنات الفرشه بتاعت صينيه السمك، لان انا هقسم السمك نصين، نص اعمله صينيه والنص التاني اقليه. فانا في نفس الكبه دي هقطع برضو طماطم على بصلايه على عودين بقدونس وشبت او كزبره اهو، كزبره. بلاش الفلفل الحراق لان احنا حاطين في التتبيله فلفل حراق، فده هنستبعده خالص هنخليه على جنب كده. يبقى احنا هنعمل كزبره خضراء اهي، طماطميتين، بصلايه، تمام. افرمهم وارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا اهو ضربتها اهي يا بنات، تمام. ابتدي بقى ايه احطها بقى ايه في الصينيه. معلقه دي اهي اهي، شايفين. هنبتدي بقى ايه نخلط المجموعه دي كده على بعض اهي، تمام كده. نبتدي بقى ايه هنحطها ايه في الصينيه. نجيب الصينيه بتاعتنا كده اهي، ونبتدي بقى نفرش. انا ما فرمتهاش قوي بحيث ان انا عايزاها تبقى ايه الخضار باين فيها، ما تبقاش ناعمه اهي زي ما انتوا شايفين كده. نجيب السمك بقى، وده يا بنات صينيه السمك اهي اللي انا عملتها بالخلطه، تمام. وهنا الاتنين الهريسه اللي انا عملتهم، انا ما حرمتكمش من حاجه، عملت لكم الهريسه وعملت لكم صينيه سمك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، يا رب بقى يكون عجبكم، وتعملوا لي لايكات كتير 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 عشان اقدر اعمل حاجات تانية حلوه ان شاء الله هتعجبكم. استودعكم في حفظ الله ورعايته، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.